وجه الداعية الكويتي طارق السويدان صفعة قوية للرئيس الإماراتي محمد بن زايد بسبب عدائه للشعوب وانغماسه في مخطط تكريس الاستبداد. الداعية الكويتي البارز شن هجوما شديدا على النظام الإماراتي بسبب معتقلي الرأي واستمرار احتجاز العشرات منهم رغم انتهاء محكومياتهم، مؤكدا أن ذلك لا يمت بصلة لحقوق الإنسان والعدالة. وانتقد الداعية وخبير التنمية البشرية استمرار سلطات أمن الدولة في الإمارات احتجاز العشرات من معتقلي الرأي العام من أبناء الإمارات على الرغم من انتهاء محكومياتهم. ولقى منشور السويدان تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء العرب، وأشادوا بمواقفه الرافضة لمؤامرات عيل زايد على ثوابت وقضايا الأمة. في المقابل أثارت تغريدة السويدان القوية والغير معهودة غضب الذبابة الإلكترونية التابعة لمشيخة أبو ظبي، وتتبنى حكومة الإمارات ما تسميه سياسة التسامح مع الديانات الأخرى غير الإسلام الذي يعاد دين الدولة، وعينت وزير الدولة للتسامح يتولى بشكل خاص التنسيق بين قادة الديانات. ويعتبر الناشطون أن الإمارات التي شيدت ثاني أكبر معبد هندوسي في العالم ونصبت تماثيل بوذا على أكبر شوارع العاصمة أبو ظبي أصبحت تتخندق في تحالف واحد مع الهند وإسرائيل ضد قضايا الأمة العربية الإسلامية. وسبق أن هاجم الداعية الكويتي المعروف طارق السويدان ووصفها بالدول التي تحارب توجه الشعوب نحو الإسلام وتنفق المليارات لمنع حرية هذه الشعوب. وفيما اعتبره ناشطون تلميحا صريحا للسعودية والإمارات، قال السويدان في تغريدة عبر حسابه بتويتر إن هناك دولا تنفق المليارات ليمنع حرية الشعوب وليكرس الاستبداد. وتابع مشيرا إلى أن هذه الدول المقصودة تحارب أيضا توجه الشعوب نحو الإسلام، وأضاف: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وذهب العديد من النشطاء في ردودهم على السويدان إلى أنه يقصد السعودية والإمارات اللتان تقودان مخططا شيطانيا لتدمير المنطقة العربية والسيطرة على مفاصل الحكم بها. ولا تزال الإمارات تواصل عبثها المعهود في المنطقة، وذلك خرقها الصريح للقوانين الدولية وانتهاكها لسيادة الدول بتدخلها في شؤونها الداخلية. جدير بالذكر أن الدكتور طارق السويدان اعتبر في وقت سابق أن الديانة الإبراهيمية التي تنادي بها الإمارات كفر وتتعارض مع إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم محمد الذي نسخت رسالته كل الديانات قبلها. وقال الدكتور طارق السويدان إن الديانة الإبراهيمية يقصد بها دمج الأديان الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية، أو اعتبار أن معتنقيها لا فرق بينهم. وأضاف أن ذلك يتعارض مع القرآن الكريم الذي اعتبر أصحاب هذه الديانات غير الموحدين كفارا. ودلل الدكتور طارق السويدان بآيات من القرآن الكريم: ومن المتوقع أن تعلن الإمارات بعد أسابيع قليلة عن افتتاح معبد الديانات الإبراهيمية الثلاث الإسلام والمسيحية واليهودية خلال عام 2022 في أبو ظبي. وسيعمل المعبد الذي يضم كنيسة ومسجدا وكنيسة تحت سقف صرح واحد على التقريب بين الناس من جميع الأديان بحسب مزاعم النظام الإماراتي. وقال سفير الإمارات في روسيا محمد أحمد الجابر إن هذا المجمع الديني سيصبح مكانا للتعلم والحوار والعبادة، وسيركز على التقريب بين الناس من جميع الأديان. وصمم المشروع من قبل المهندس المعماري الشهير ومؤسس ورئيس شركة آجاي وشركائه ديفيد آجاي أوبي، ومن المقرر تشييده في جزيرة السعديات بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي. وسيضم بيت العائلة الإبراهيمية 3 مبان منفصلة يخصص كل واحد منها على حدة للديانة، وحديقة رئيسية خاصة للمجمع، إضافة إلى مبنى رابع يعمل كمتحف ثقافي يجتمع فيه الأشخاص بمختلف انتماءاتهم. ولا يعد بيت العائلة الإبراهيمية أول خطوة تتخذها الإمارات فيما يتعلق بما تسميه مجال تعزيز قيم التسامح، إذ تم وضع حجر الأساس لأول معبد هندوسي في أبو ظبي في إبريل 2019. وفي فبراير من ذات العام ترأس بابا الفاتيكان البابا فرانسيس أول قداس بابوي في شبه الجزيرة العربية باستاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي. وفي وقت سابق حذرت المعارضة الإماراتية من أن النظام الحاكم في الإمارات يعمل على مخطط استبدال الشعب، ويعمل حكام دبي وأبو ظبي على جذب وتجنيس المزيد من الديانات على أراضي الدولة، حيث افتتحت خلال الأعوام الأخيرة مراكز للديانات الإبراهيمية الثلاث، كما افتتحت معابد هندوسية ضخمة. وفي الوقت الذي ينحني فيه آل مكتوم حكام دبي وآل نهيان حكام أبو ظبي لحاخامات اليهود تارة ولبابا الفاتيكان تارة أخرى،
تجدهم يلاحقون أبناء الشعب الإماراتي وتضيق عليهم في محاولة لسلخهم عن قيم ومبادئ الدين الإسلامي خدمة للمشروع التغريبي في الدولة، لا سيما في ظل الخوف الذي تزرعه الأجهزة الأمنية في قلوب المعارضين لتوجهاتها. وفي سياق متصل، انكشف تحقيق صحفي عن أدوات النظام الحاكم في الإمارات في اختراق منطقة الخليج وزعزعة ثوابتها عبر العلمنة وتغيير الهوية. وأبرز التحقيق تحول الإمارات إلى دولة علمانية، وهي علمانية لا تشبه علمانية الغرب وإن كان ذلك هدفها، بل علمانية هدفها الهوية الوطنية الإماراتية والمنطقة بالكامل، واستخدامها لصالح تحسين السمعة أمام الغرب واقتصاد السوق، متخلية عن الدين والعادات والتقاليد والقيم. وأصدرت السلطات الاتحادية في أبو ظبي خلال الفترة الأخيرة مجموعة من القوانين التي، وكما يقول المسؤولون، أنها جاءت ضمن مساعي الدولة إلى أن تصبح دولة علمانية وأكثر ليبرالية اجتماعيا من أجل الحفاظ على مكانتها كمركز للاستثمار والسياحة. وقد كانت الدولة خلال العقود السابقة مركزا للاستثمار والسياحة مع حفاظها على هويتها الإسلامية المنصوصة في المادة 7 من الدستور. الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه. لكن القوانين الجديدة جاءت بجملة من التشريعات التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية. نذكر منها على سبيل المثال آخر هذه الجهود ما قامت به سلطات البلاد بالسماح ببعض أشكال المقامرة، مع اشتراط أن تتخذ كل إمارة قرارها بهذا الخصوص وتحدد بشكل مستقل كيفية تنظيم الأمر، ما يشير إلى رفض بعض الإمارات السبع لهذا القرار. تجاهلت السلطات الحدود الدينية فألغت عقوبة شرب الخمر وبيع الخمر لجذب المزيد من المستثمرين. ويعتبر المنظرون الأمريكيون وجود دولة عربية تروج للعلمانية في الشرق الأوسط هدية للمتطرفين والليبراليين الجدد الغربيين الذين يروجون إلى أن الإسلام في الشرق الأوسط سبب المشكلات جميعها. وسبق أن قام سفير أبو ظبي في واشنطن يوسف العتيبة بتأكيد أن الرؤية هي دولة علمانية تفصل المسجد عن الدولة. ففي مقابلة في يوليو 2017 قال إن الإمارات تدعم حكومات علمانية قوية خلال السنوات العشر القادمة. وفي إبريل 2021 قال العتيبة في لقاء مع معهد هوفر الأمريكي أن الطريق إلى المستقبل يتضمن فصل الدين عن الدولة، وهذا ما نفعله في الإمارات وما نؤمن به. كما أن نهج السلطات خلال العقد الماضي يتكشف بشن حرب ضروس ضد أي جماعات أو منظمات إسلامية سواء في الوطن العربي أو في الغرب، لأنها ترفض الانقياد وراء نهج أبو ظبي العلماني. ولاحظت دراسة عن شاتام هاوس أن الإمارات تحت قيادة محمد بن زايد الرجل القوي في الإمارات أصبحت تنظر إلى الإسلاميين كتهديد وجودي لنهجها العلماني على نطاق واسع في الحكومة وكذلك لاستقرار في المنطقة. كما أشارت مجلة نيويورك تايمز الأمريكية أن محمد بن زايد بميول علمانية يرتكز في جبهة خارجية على التدخل لدعم الدكتاتوريات والجبهة المحلية بشن حملة على حرية الرأي والتعبير، وأقام دولة مراقبة شديدة الحداثة حيث يتم مراقبة الجميع بحثا عن أدنى نفحة من الميول الإسلامية. وفيما تقول السلطات حسب العتيبة أن التحديث والانفتاح على الديانات والقوميات الأخرى جزء من العلمانية، إلى أنها تقوم بفرض سيطرة على الإسلام حيث تمتد بشكل أعمق إلى الحياة اليومية للمسلمين في الإمارات. وبموجب قانون رسمي فإن السلطات هي المسؤولة عن تسمية المساجد وتوفير احتياجاتها وأماكن الصلاة بما في ذلك صلاة العيد والإشراف عليها، كما تقوم باختيار وفحص جميع الأئمة وفرض خطب صلاة الجمعة موحدة ومكتوبة من السلطات ذاتها حتى المساعي غير الرسمية للتعليم الإسلامي يجب أن توافق عليها السلطات. ويلزم الحصول على تصريح لعقد حلقة أو المحاضرة لتحفيظ القرآن الكريم أو جمع التبرعات أو توزيع الكتب أو المواد الصوتية في المساجد. كما يحظر القانون على موظفي المساجد إلقاء الخطب وتعليم الدروس الدينية خارج المساجد. تكشف هذه الإجراءات ضد المسلمين في الدولة جذور البارونيا جنون الارتياب لدى أبو ظبي تجاه الإسلام، حيث أن مخاوفها تنبع من جاذبية القوة الناعمة للنشاط الإسلامي وما تعرف بحركات الإسلام السياسية باعتبارها المعارضة التقليدية للوضع الاستبدادي الراهن في المنطقة. الشريعة الإسلامية هي أساس المجتمع الإماراتي، علاوة على ذلك فإن الحفاظ عليها ضروري للحفاظ على الاستقرار والتماسك الاجتماعي، إذ أن الإمارات التي يتناقض حجمها الجغرافي صغير مع تنوعها القبلي
تعتمد على الدين لتوحيد سكانها،